الدولة الصحراوية أغرب جمهورية في العالم. هل سبق لكم أن سمعتم عن أغرب جمهورية في العالم؟ إنها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. تقع هذه الجمهورية الكرتونية في أقصى الحدود الغربية الجنوبية للجزائر، في منطقة تسمى الحمادة في تندوف. هذه الدولة الخيالية أسسها النظام الجزائري في فندق بالعاصمة الجزائرية عام 1976، وهي في الحقيقة كيان وهمي لا وجود له على أرض الواقع، ومع ذلك يعتبرها النظام الجزائري جمهورية قائمة بذاتها، فحضنها على أرضه وكون لها رئيسا ووزراء وسفراء ورؤساء بلديات وأقاليم، وحباها بالمال والبروباغندا الإعلامية. البوليساريو أغنى دولة في إفريقيا. ميزانية هذه الجمهورية هي من أكبر الميزانيات في إفريقيا على الإطلاق، حيث تتربع ما يسمى بالجمهورية الصحراوية على أموال الشركة الوطنية للمحروقات الجزائرية سوناتراك، وهي من أكبر الشركات البترولية في العالم. تستغل هذه الميزانية دون أي حسيب أو رقيب تصرف رواتب رئيس ووزراء هذه الدولة الوهمية من المال العام الجزائري. يضع النظام الجزائري كل إمكانيات الدولة الجزائرية تحت تصرف قادة هذه الدولة المزعومة مجانا ودون أي ضوابط. يسافر قادتها على متن الخطوط الرئاسية الجزائرية، وتوضع تحت تصرفاتهم مقار السفارات والقنصليات الجزائرية في الخارج، كما تدفع أموال إقاماتهم في الفنادق الفخمة أثناء تنقلاتهم عبر أرجاء العالم. وتشير تقارير غير رسمية إلى أن هذا الكيان الوهمي استنزف ما يزيد عن 300 مليار دولار من المال العام الجزائري على مدى أكثر من 50 عاما. البوليساريو خط أحمر في الجزائر. تعتبر الجمهورية الصحراوية الوهمية المكون الثالث للثالوث المقدس الذي لا يسمح الخوض فيه أو انتقاده أو التشكيك فيه بالنسبة للنظام الجزائري، ويتكون هذا الثالوث المحرم الحديث عنه من أضلاع ثلاث، وهي النظام والجيش والثورة والبوليساريو، ويحظى هذا الأخير برعاية خاصة كطفل مذلل لدى نظام المرادية، ويحرم انتقاده أو الحديث عنه بسوء في وسائل الإعلام. ففي الجزائر يمكنهم التغاضي عن انتقاد رئيس الجمهورية وانتقاد سياسات الدولة وغض الطرف عن ذلك، لكنه لا يسمح البتة بانتقاد الجمهورية الصحراوية الوهمية أو الحديث عن زعيمها أو ميزانياتها أو ذكرها بما يفهم منه انتقادا أبدا، وإلا فسوف تلفق لك تهمة قد تصل إلى الخيانة العظمى. دولة داخل الدولة. حسب أبجديات البوليساريو وما تروج له البروباغندا الجزائرية، فإن هذه الدولة تقع في غرب إفريقيا، وتزعم أنها تمثل الصحراء الغربية التي هي في الواقع جزءا من المغرب، لكن الحقيقة أنه لا وجود لهذه الدولة على أرض الواقع. فالأراضي التي يدعي قادة هذه الدولة أنها جغرافيا لدولتهم في الجنوب المغربي هي في واقع الحال أقاليم ومدنا مغربية حديثة ومزدهرة. أما هذا الكيان الوهمي المسمى الجمهورية الصحراوية فيتواجد في منطقة تندوف داخل الأراضي الجزائرية، كما توضح صور الأقمار الاصطناعية. وهناك في منطقة تسمى الرابوني تقيم البوليساريو مقار حكومتها على أرض قاحلة، وأنشأت هنالك مخيمات تطلق على كل منها اسم مدينة من مدن الصحراء المغربية مثل العيون والسمارة والداخلة. ويتشكل سكان هذه المخيمات من مزيج من الصحراويين المغاربة والجزائريين والماليين والتشاديين، وتعتبرهم البوليساريو لاجئي حرب، لكن الحقيقة أنهم محتجزون ومسلوبو الإرادة، وليس لهم الحق في مغادرة مخيمات الحمادة إلا بإذن خاص وفي حالات محدودة. سر الدولة الوهمية والنظام الجزائري. يتساءل من لا يعرف خبايا هذه القضية عن السر وراء تمسك النظام الجزائري بدولة وهمية لا وجود لها على أرض الواقع،
وتبذير مئات المليارات من الدولارات من المال العام الجزائري، والزج باسم الجزائر بسبب البوليساريو في فضائح دبلوماسية أمام العالم كالتي شهدتها اليابان مؤخرا، ومحاولة إظهار زعيم البوليساريو كرئيس دولة حقيقية ولو بمجرد أخذ صورة مع بعض قادة الدول، ولو اقتضى ذلك وضعه في مواقف محرجة كالتي حدثت بينه وبين الرئيس الموريتاني عندما رفض الأخير أخذ صورة تذكارية معه. كل هذا من أجل سراب كيان وهمي لا وجود له إلا في النشرات الإخبارية للتلفزيون الجزائري. لكن الأمر لا يحتاج خبراء في السياسات الاستراتيجية المخفية للأنظمة كي يفهموا العلاقة بين نظام المرادية وزعماء حكومة تندوف. فتقديس البوليساريو من قبل النظام الجزائري ووضعه في خانة المحرمات التي لا يجب المساس بها ليس حبا في إبراهيم غالي أو الصحراويين، بل سببه الأساسي هو الدور الذي يلعبه زعماء مخيمات تندوف والقضية ككل في إلهاء الجزائريين عن قضاياهم الجوهرية وصرف النظر عن التجاوزات ونهب المال العام، وجعل قضية البوليساريو بعبعا وشماعة تعلق عليها كل الإخفاقات والنكسات السياسية والاقتصادية للجزائر، بالإضافة إلى مآرب أخرى تلفها النية المبيتة من أجل تقزيم المغرب وشردمته نصفين حتى تتسع الخريطة الجزائرية لتطل على المحيط الأطلسي. أما البوليساريو فهي مجرد أداة لسياسات معلنة وغير معلنة أنفقت من أجلها مئات المليارات من الدولارات وحملات من البروباغندا وتزوير الحقائق وشراء الذمم. وفي نهاية المطاف وبعد أكثر من 50 عاما على إعلان جمهورية تندوف اتضحت حقيقة أن المغرب باق في صحرائه ويتمدد، وانجلى غبار حلم الجمهورية على وجوه قادة البوليساريو ليتيقنوا أن ما اشتعلت رؤوسهم شيبا من أجله مجرد وهم. قناة المغرب.